أحسن بنا الظن إن فيك نحسنه، إن القلوب بحسن الظن تنسجم، والمس لنا العذر في قول وفي عمل، نلمس لك العذر إن زلت بك القدم. لا تجعل الشك يبني فيك مسكنه، إن الحياة بسوء الظن تنهدم. يا عمر، يا أخي ده أنت كنت أعز صاحب ليا. لكن وقت ما الفلوس ما لعبت معاك والدنيا شكلها ضحكت لك ولابس لي بدلة وجرافطة، وانت بقيت متغير علينا خالص. حتى لا بقيت بتقعد معانا زي الأول. يا راجل، ده أنا لما شفتك لقيتك بتداري وشك مني ومش عايز تسلم حتى عليا. يلا أنا كمان مش عايز أعرفك. أنا لازم أعمل لك بلوك. الو، ازيك يا رامي؟ اكيد طبعا زعلان مني عشان اللي حصل الصبح. والله يا اخي ما لحقتش اسلم عليك، بعتذر لك جدا. كان عندي النهارده مقابله، بس للاسف كنت خايف لحسن اتاخر عليهم. والحمد لله عايز ابشرك ان انا اتقبلت. وعلى فكره هم عايزين ناس وعجبتهم جدا لدرجه ان هم طلبوا مني ان ارشح لهم حد من دفعتي. والحقيقه ما لقيتش افضل منك. يلا بقى جهز حالك. وبقول لك صحيح، يا ريت نتقابل بالليل على الكافيه عشان عايز احكي لك على الظروف اللي حصلت لي الفترة اللي فاتت. يا اخي بقالي كتير ما قعدتش معاك، اقسم بالله وحشني جدا. يلا هقابلك النهارده على الكافيه اللي بنقعد عليه دايما الساعة 9. سلام. لا تتسرع في الحكم على الناس، فقد تظلم عزيزا أو ترفع رخيصا. وده بالظبط اللي حصل مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حادثة الإفك، لما اتهموها هي وسيدنا صفوان بن المعطل في أخلاقهم. والموضوع دوت كان له أثر كبير في نشر الفتنة، وده لأن كان في مسلمين كتير وقتها اتسرعوا في إن هم يصدقوا الكلام والشائعات اللي انتشرت في موضوع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لحد لما ربنا برأها من فوق 7 سماوات، وساعتها توعد للمنافقين بالعذاب العظيم. عايز اقول لك يا صديقي ان دورت كتير وبحثت يمكن القى موقف واحد ينصف التسرع، لكن للاسف ما لقيتش ولا موقف ينصف التسرع. تاريخيا كل الاحداث بتاكد ان الحكم في التسرع غالبا وبنسبه كبيره بيوصل للهلاك. عندك مثلا جاليليو عام 1633 لما الكنيسة الكاثوليكية وقتها الرومانية قامت بمحاكمته، وده كان بسبب ان جاليليو وقتها كان معتقد ان الشمس هي محور الكون، وان الكرة الارضية هي اللي بتدور حوالين الشمس، وده وقتها كان عكس الشائع، وكمان كان مخالف وقتها لبعض عقائد الكنيسة الكاثوليكية. لكن عام 1992 ودوت بعد مرور 360 سنة تقريبا، طلعت الكنيسة الكاثوليكية وقتها اعتراف بأن المحاكمة على جاليليو كانت خطأ، وأنه كان ضحية سوء فهم تاريخي. فعايز أقول لك يا صديقي أن الفراشة رغم جمالها لكنها في الآخر حشرة، والصبار رغم قساوته ومرارته لكنه في الآخر زهرة. فإياك ثم إياك تحكم على الشيء بالمظاهر. وفي نهاية الحلقة يا صديقي أحب أقول لك إن الحكم على الناس لازم يكون مبني على حقائق ودلائل. ما ينفعش إن إحنا نحكم على بعض بالمظاهر، ولازم نلتمس لبعض الأعذار، لأن في أغلب الأوقات بيكون الظاهر لينا مش هي الحقيقة الكاملة. ويا ريت لو الحلقة عجبتك تكتب لي في التعليقات تحب نتكلم عن إيه الحلقة الجاية. دمتم في رعاية الله.